قدم شوط اول بانطلاق جيد. شوف لما يكون عندك حارس بغض النظر على دكة الاحتياط، نحن تو نقولوا الحارس مرمى لابد ان يلعب مباريات، يعني لابد المباراة. قبل كان الحارس يقعد 7 8 سنوات على الدكة وبعد يفتك مكانه. الكرة العصرية الحارس لازم يعمل مباريات لانه تجيب عليها كثير الاشياء. لما تشوف انت التكوين نتاع السيف الشرفي هو متكون في المنتخبات الكل، تدرج بالمنتخبات الكل ويدرب في نادي كبير اسمه النادي الافريقي، مدرسه نتاع تخريج حراس المرمى. هذا ما ياثرش فيه لما يكون التكوين نتاعو صحيح. الفتره هذه يداركها بالذكاء نتاعو ويداركها بالخبره نتاعو، لانه يعني حارس ممتاز، حارس جاته الفرصه صحيح قبل الاهداف، وكان معناها كانوا قاسين عليه يعني في بعض الاحيان الجماهير الرياضيه. نحن نقفوا مع اي حارس معنا بالعكس عنده الامكانيات الكبيره. ما اليوم شفت معناها حسيت بكل صراحه وبكل واقعيه، تحس فما حارس معناها في المرمى، تحس الشخصيه نتاعو، تحس الرغبه نتاع اني موجود معناها سيف الشرفي. نتمنى له ان شاء الله النجاح في هذه المباراه كما نجح في المباراه هي نفسها نتاع نجم الساحلي، يعني في مرحله الدوري من الاول. وهذا هو الحارس مرمى معناها هذه فرصه ثانيه تجي لسيف الشرفي، ان شاء الله يكون معناها اسد في عرين شباك النادي الافريقي المستقبل. ناخذ التوقعات الخاصه بالمباراه. على فكره في تغييرين يبدو في تشكيل النادي الافريقي. زهير الذوادي اشاهده ايضا على الشاشه يستعد للدخول في تشكيل النادي الافريقي، او تغيير واحد ممكن دخول زهير الذوادي في تشكيل النادي الافريقي. ناخذ التوقعات الخاصه بالمباراه. كابتن مبكر الزيتوني متمسك 1-0 النادي 1-0 النادي الافريقي. كابتن عماد 1-0 للنجم الرياضي الساحلي. اذا هذه توقعات المحللين. الان اعود صوتا وصوره مع زميل العزيز خالد الحدي. خالد لك الخط من جديد. شكرا للزميل هيكل الشعري، شكرا لضيفيك الكريمين. إذن عودة مجددا مشاهدينا الكرام متابعين في كل مكان، ويبدو بأن السيد منتصر الوحيشي سيجري تغييران فيما هو قادم. بلال مقنم بالرقم 31 سيكون حاضرا في أرضية الملعب، وكذلك زهير الذوادي. بلال مقنم وزهير الذوادي هما الاسمان اللذان يدخلان الآن وينطلق معهما شوطي اللقاء الثاني بالنسبة للأفريقي، على اعتبار أنه يعني كثير من الأسماء التي لم تقدم ما هو مرجو منها في شوطي اللقاء الأول. ولدينا الآن هذه الكرة التي تنقل أمامية لمصلحة النادي النجم الرياضي الساحلي الذي أصبح في الجهة اليسرى بلونه الأسود والأحمر، ولدينا طبعا النادي الأفريقي في الجهة اليمنى. بالنسبة للمشاهد العزيز لقنوات الكاس الرياضية، والمحاولة التي تأتي والانطلاقة الأولى في شوط اللقاء الثاني. بلال مقنم في الكرة الأولى والمحاولة الأولى والتوغل في الجهة اليمنى، إبعاد خطير جدا. تأتي كرة بركلة زاوية لمصلحة النادي الأفريقي الذي يبدأ مبكرا أحداثه هذا الشوط، ويبدو بأنه عازما على أن يأتي بنتيجة إيجابية، لأنه خلاص يعني أنت الآن في 45 دقيقة لا مجال للحشمة. يعني في بالتونسي الحشمة يعني ما خلاص الخجل هذا خليه للشوط الأول وأنتم معذورين، لكن الشوط الثاني لا الجرأة ولا شيء سوى الجرأة في شوط اللقاء الثاني. هذا ما نريده من هذا الكلاسيكو وهذه القمة. هنا كرة الآن تصل في الجهة اليسرى تعود لمصلحة الأفريقي. في تغييرات، نعم تغييرات حاضرة موجودة خاصة على مستوى المقدمة، والكرة التي تأتي الآن لمصلحة يعني ياسين الشامخي موجود، اللي غادر
حمدي العبيدي على ما يبدو ترك مكانه في شوط اللقاء الثاني لبلال مقنم. بالنسبة للنادي الأفريقي هذه الكرة الآن تلعب أمامية بنفس الأسماء. يدخل النادي النجم الرياضي الساحلي لأنه كان أفضل في شوط اللقاء الأول، كان قريبا جدا من التسجيل، ولذلك يعني يرى معز القزاح أنه ما عنده مشكلة على الإطلاق. كرة الآن تلعب في الجهة اليمنى نادي الغندري، نقلة منقولة ولكنها أطول. لا والله لا زالت طالت إلى خارج أرضية الملعب. لدينا رمية جانبية لمصلحة نادي النجم. عادت بالأفريقي الذي أراه مع انطلاقة أحداث شوط اللقاء الثاني مصرا على تقديم أداء أفضل. تشعر بالفريق اللي يجيك من غرف الملابس لا متعبي، يعني جاهز والدافع عنه في رادس وأمام جماهيره عليه أن يفعل شيء. هنا بالعيادة مطالبة بركلة جزاء، حكم لقاء لا يرى فيها شيء. السيد الصادق السالمي مرتدة محاولة عبور، لكن الكرة لا تمر، تعود من يمين كشيش لبن عيادة في الجهة اليمنى. أسامة عبيد الكرة الأمامية من فيني إلى رمية جانبية لمصلحة النجم. رمية جانبية النجم، هذا أسامة عبيد في عملية والمحاولة في المرور. حسين بن عيادة الصادق يقول له انه دعني اتحدث مع الفار، لكنه القرار ما في شيء. الحديث عن لمسة اليد اللي كان يطالب من خلالها مثلا حسين بن عيادة. كرة تلعب امامية في الجهة اليمنى. مشاهدة الحالة المثيرة التي كانت في شوط اللقاء الاول، يعني ال 3 دي قال هدف وال2 دي قال لك مش هدف. زين، يعني هذه تقنية، ما فيها سوء استخدام تقنية، وإلا لكان لربما هناك هدف للنجم مثل ما ظهر طبعا في الاستديو التعليق، لكن يعني لا يعني شيء، لأنه الأخطاء التحكيمية وإن لم تكن متعمدة واردة جدا، ودام الاثنين راضيين والأمور طيبة. معز، كيف ستكون ردة الفعل بعد التغييرات التي أجراها منتصر؟ هنا لدينا غازي عبد الرزاق سقط في أرضية الملعب، يعني شكلها إصابة عضلية بالنسبة له، لأنه التدخل لم يكن تدخل يشير إلى كدمة أو شيء من هذا القبيل. أتمنى أن يرجع بالسلامة غازي وأن يواصل اللعب مع زملائه بالنادي الأفريقي. عموما كرة الآن، خطأ الآن يأتي لمصلحة النادي الأفريقي. شكله يعاني، شكله غازي عبد الرزاق لن يستطيع أن يكمل اللقاء. هذه الكرة الآن تلعب أمامية بالراس من جاك بي. وعليك أن تحذر يا سيدي الكاميروني، عليك أن تحذر، وإلا فإنك ستغادر بالبطاقة الحمراء. أنا أنصح جاك، ولعل معز القزاح كذلك يعتبر. لدينا
خارج ارضيه الملعب. التعادل مضر للصحه. التعادل في هذه المباراه حال التدخين مضر بالصحه، فلذلك على احد الفريقين ان يسجل وان ينتصر في هذا اللقاء. لدينا ركله مرمى تلعب من علي الجمل، يلعب الكرة الأمامية رأسية موجودة في وسط ملعب المباراة، تحولت في الجهة اليمنى لمصلحة الأفريقي. هنا التوغل الموجود، عزيز الله على كرة جميلة لا زالت خطيرة، وبعد ذلك العمل الموجود والركنية التي تأتي لمصلحة الأفريقي. يستمد قوة الشعب، يستمد قوة الشعب في شوط اللقاء الثاني. المدرجات هي من تلعب، رأسية موجودة أبعدت من دفاعات النجم، عادت لمصلحة الأفريقي. مقولة في الجهة اليسرى، السلام موجود هنا، عملية الاستلام. هذا التوغل من مامادو سابو الذي لم يظهر، ما هو موجود اليوم. هذه المرتدة الآن موجودة لمصلحة ياسين العمري. الله على مرور توغل، يا عيني على هذا التوغل. لكن الصادق السامي يرى انه هناك تدخل من لاري عزوني بوجود خطأ لمصلحة النجم الرياضي الساحلي. شوفونا المرور وهذا التوغل الموجود والعبور الذي كان من ياسين العمري، وبعد هذا التوغل وهذا التدخل الذي اكتسب خطأ من خلاله وجود لاري وياسين. لمن يا عيني على هذا مشهد يشعرونك بالفخر. يعني هذا الجمهور بلا شك يشعرك بالفخر عندما تتواجد في أرضية الميدان. لا يهدؤون، اي والله. وقد ولو لوهلة شككت بأن الإخوان في ملعب حمادي العقربي حاطين شريط، أنا حاطين مسجلة، لكن هذا الضجيج في ملعب يمكن اللي حاضرين 15,000 إلى 10,000، لكن ما شاء الله على جمهور الأفريقي، جمهور يضرب به المثل، ولا يهونون الباقيين طبعا من جمهور النجم وجمهور الترجي وجمهور الصفاقسي والكل، لكن تشعر بحالة غريبة جدا. كرة تلعب الآن أمامية، وصلت لمصلحة النجم في الجهة اليمنى. هنا التوغل والمحاولة التي تأتي، لكن بعد ذلك في سقوط في أرضية مع مطالب الحكم اللقاء. تدخل جاكين بي من أمامه بشكل ممتاز. مامادو سابو ينقل الكرة الأمامية. النيجيري لا يقدم أداء كبيرا في هذا اللقاء، لكن الكاميروني ممتاز. حسين بن عيادة عنده الكرة تترك إلى ياسين العمري، يعيدها في الخلف. نقلات موجودة ناحية سدام، عرضية موجودة لكنها تجاوزت إلى خارج أرضية الملعب. شوف هذه الكرة والمطالبة، مين اللي توغل في الكرة الماضية؟ كرة لمصلحة النجم. نقلت في الجهة اليمنى. أمامية، تدخل دفاعي بشكل ممتاز. عادت
عن طريق أمين بشيش من عيادة أمامية بشكل ممتاز، تصل الآن إلى ياسين العمري، مصدر خطر كبير للغاية. عمري وضعها لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هذه الكرة وهذه التسديدة التي لعبت عن طريق طبعا ياسين العمري. ها هنا أصابه اللي كما ذكرت منتظر أن يقدم أفضل، وهنا لديه الله على هذه الكرة وعلى هذه اللقطة يا ياسين يا شماخي، المهدرة كاد أن يسجل لدينا ألف. الله الله الله، زهير الذوادي الكابيتانو يضع كرة بالملي على رأس ياسين الشامخي، لكن كرة الشماخي عفوا إلى خارج أرضية الملعب. أخطر كرات الأفريقي تمر إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. اللقطة والكرة الماضية التي كانت عن طريق اللاعب ياسين الشماخي، أخطر ما كان للأفريقي بهذا اللقاء. كرة تنقل أفضل بشكل كبير جدا. الأفريقي في الشوط الثاني أفضل بشكل كبير جدا، الأفريقي في شوط اللقاء الثاني. هذه الكرة الآن تنقل في الجهة اليسرى أصحاب الأرض، وكأنما عادوا للاعب كرة القدم في شوط اللقاء الثاني. ما كانوا موجودين في الشوط الأول على الإطلاق، لم يكونوا ندا للنجم رياض الساحلي في شوطي اللقاء الأول، لكن في الشوط الثاني ترى بأن اللقاء سجال ما بين الفريقان. علي الجمل يلعب الكرة الأمامية بالرأس، تتحول تصل من نادر الغندري في وسط الملعب. جاكمبي من عيادة يلعب الكرة العرضية، لكن أيضا التغطية في الجهة اليسرى غير حاضرة، يتأخر كثيرا يوسف العوافي لتعود بعد ذلك الكرة لمصلحة الأفريقي. احنا قلنا تريد الانتصار، تجرأ لذلك، تشجع لذلك، اقبل على الفوز، حاول، هاجم بكل ما لديك وما أوتيت به من قوة لكي تفعل. هذا الضاوي الملقب بكريستو ينقل الله على كرة أمامية أطول من لازم من أمام معتز سدام. محمد الضاوي أو كريستو كما يحبب أن يلقب به هناك في تونس. كرة تنقل، عادت في الخلف، تصل عن طريق لاري عسوني، يلعب الكرة الأمامية في الجهة اليسرى. تدخل الدفاع حتى الآن، يعني دفاعات الفريقين الخطوط الدفاعية تقدم أداء جيدا، أخطاء قليلة، دائما السيطرة موجودة، دائما الزيادة العددية موجودة، لكن هنا لدينا مرور يأتي من الشماخي، والصادق يرى بأن الأمور عادية. الله على كرة سقط من خلالها علي الجمل يسقط في أرضية الملعب بعد أن ارتطم بالقائم من خلال هذه الكرة العالية الخطيرة للغاية. سلامات لعلي الجمل، سلامات لعلي الجمل. يعاني
بعد الدخول في القائم. غياب طويل أصبح على مستوى اللقب، يعني لا الأفريقي ولا النجم يا شاكر غزال حقق اللقب في آخر 6-7 سنوات. يعني النجم 2016 آخر لقب، الأفريقي 2015 بعده، ومن ثم قطعت كل الأخبار. ما لقب لا يأتي، الأمور لا تأتي، والترجي يعني يستحوذ على الألقاب في السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، يعني من 2016 وانت طالع لم يجرؤ أحد على أن يخطف لقبا في السنوات الأخيرة من الترجي، ولذلك عودة الأفريقي ومرة أخرى للمنافسة، للمزاحمة، للفرح، وفرحة الجمهور المهمة بلا شك. كرة عرضية أبعدت من دفاعات الأفريقية، عادت مامادو سابو، كرات خاطئة، وأعتقد أنه لو كان في دكة البدلاء أسماء أفضل على منتصر لوحيشي أن يخرج مامادو سابو. أغلب تمريراته خاطئة هذا اللاعب. هنا الضغط اللي كان من الضاوي، والكرة التي أبعدت من غازي عبد الرزاق إلى خارج أرضية الملعب. خطأ يأتي لمصلحة الأفريقي عند دقيقة 65، ولا زلنا بالتعادل السلبي دون أهداف، لا أهداف تذكر حتى هذه اللقطة. كرة أمامية من الغدري، وصل نعم، يأتي القرار بركلة جزاء لمصلحة النادي الأفريقي. ياسين الشامخي يسقط في منطقة الجزاء، وبن عيادة يقول بأن الأمور عادية طبيعية من خلال تدخل، وأمين كشيش لا يرى بأنه أعاق ياسين الشامخي. القرار يأتي، وهل يرى الفار بأن هناك ركلة جزاء لمصلحة الأفريقي؟ هل يرى الفار بأنه قرار سليم؟ يا الصادق السالمي وهو صادق بذلك، لكنه يقول بأنني أنتظر ماذا سيقول الفار. هل أعاق أمين كشيش ياسين الشماخي أم أنه راح تأتعى؟ إذن بن عياد أنت راح تعلم الحكم شغله. عند استدعاء الحكم عليك أن تعلم، وأنتم أصحاب خبرة، عندما يتم احتساب أو عندما يتم استدعاء الحكم ما يعني ذلك أن غرفة الفار ترى قرار يختلف عن قرار الحكم. عليك أن تعلم ذلك، هم يرون أنه قراره لا ما في يعني غير سليم. الفار يقولون للصادق انه احنا نعترف لو يتفقون ما كانوا استدعوه، لو يتفقون معاه لا يستدعونه على الاطلاق. لكن هنا الان الحالة امامك،
ماذا سيقول؟ يهزون راسهم انه احنا اللي شاهدناه. ماذا يقول؟ لا يوجد فيها ركلة جزاء، وسيكون فيها اسقاط، وسيكون فيها لا نهدى شوي. هذه لا نعم ما كان في شيء. نعم خلينا نكون صريحين. نعم وشوف الكل راضي، الكل راضي. ياسين الشماخي راضي، هذا ما حد خلص. رحنا وشفنا والامور يبدو بانها سليمه، او خليني اقول اقرب الى ان تكون سليمه. كرة تلعب اماميه لمصلحة حارس المرمى سيف الشرفي. سيف تنقل الآن. كلما اقتربنا من هدف وكلما يعني رأينا انه راح نشاهد هدف، يأتي الفار ويلغي ذلك، وكأنما المباراة مكتوب عليها انه تنتهي بالتعادل السلبي دون اهداف. مامادو سابو عنده الكرة الخلفية الجهة اليمنى، تلعب عرضية لكنه الابعاد الموجود والتحرك الذي ياتي الان، والكرة بعد ذلك تبعد من عيادة الى خارج ارضية الملعب. كرة امامية خطيرة للغاية. ياسين يتحرك ياسين بشكل جيد في شوط اللقاء الثاني. تحرك بشكل جيد ياسين في شوط اللقاء الثاني. شوف الكرة لعبت بذكاء، لا يوجد فيها تسلل. الرمية الجانبية تركها ولم يكن هناك متسع لعملية لعب الكرة العرضية. ركلة مرمى علي الجمل يلعب الكرة الأمامية بالراس، تتحول في الجهة اليسرى لعمارة. التدخل الموجود في وسط الملعب عن طريق ازدان، عادت بعد ذلك أمامية صابو، لكن كورت لا تمر، تعود لمصلحة الفريق. السلام موجود، مامادو يعيدها في الخلف. تدخل يأتي على غازي عبد الرزاق، رمية جانبية لمصلحة النجم الرياضي الساحلي. لدينا رمية تأتي في الجهة اليمنى من عيادة لياسين العمري. تلعب الكرة الأمامية السريعة في الجهة اليمنى، لكن كما ذكرت خطوط الدفاع ممتاز. هذا توفيق، هذا توفيق ممتاز، توفيق الشريفي ممتاز في هذه المواجهة. كرة تنقل في الجهة اليسرى عن طريق غازي عبد الرزاق. السلام موجود، نادر الخدري مرت بشكل ممتاز. عبد الرزاق عنده الكرة، هنا الخطورة وبعدت، ولا زال الخطر موجود. كرة الافريقي راسية وبعدت من بليغ الجمالي الى خارج ارضية الملعب. لدينا ركلة زاوية لمصلحة الافريقي. انظر الى تدخل الجمل الذي ابعد الكرة الماضية. هنا لدينا الكرة التي تلعب عالية خطيرة رأسية، لكن هناك صافرة بوجود خطأ لمصلحة النجم الساحلي. خطأ لمصلحة النجم الرياضي الساحلي. شوف هناك عملية المسك. نعم في مسك من ياسين الشماخي. ويأتي لدينا تبديل الآن، في تبديل
يبدل لاعب رقم 28 راقي العواني. راقي العواني هو الذي ياتي الان في تشكيله النجم رياضي الساحلي. راقي العواني برقم 28 تغيير اخر لعله يعيد شيئا من النجم شوط اللقاء الاول. في الشوط الاول كان افضل النجم. كرة نقلت امامية في وسط ملعب اللقاء. حكم اللقاء يعطي الافضلية ثم يعود يرى بان هناك خطأ لمصلحة النادي الافريقي على اللاعب أسامة عبيد. كرة في الجهة اليمنى تحولت بعد ذلك نقلت في الجهة اليسرى هنا عن طريق هذا الجاك، لكن خطأ يأتي لمصلحة جاكمبين. خطأ لجاكمبين. هادي شوي هادي الصادق، عنده هدوء جيد يعني لا ينفعل مع كل اعتراض وبشكل مبالغ فيه. لا، شخصيته كول يعني الامور عنده بريك، لا ما عنده اي مشكله. خطأ في منتصف ملعب الافريقي لمصلحة النجم رياضي الساحلي. تحولت في الجهة اليمنى عن طريق ياسين العمري. يحاول ياسين يعيدها الى حسين بن عيادة. عالية خطيرة للغاية راسية، لكنها بعيدة الى خارج ارضية الملعب. رأسية الى خارج ارضية الملعب. شوف الرأسية التي كانت حاضرة متواجدة بشكل ممتاز، نقلت لكنها بعد ذلك تتحول الى ركلة مرمى. وهنا علي الجمل يرى لاعبو الافريقي بانه لمس الكرة من خارج المنطقة المحددة لحارس المرمى، ولو فعل ذلك خطأ يتوجب البطاقة الصفراء. لو احنا قلنا لو وانه الامر والكرة كانت خارج. سلام موجود لمصلحة الافريقي. هذا مرور كرة في الجهة اليمنى، عرضية موجودة، ابعدت السلام الان. هل نرى تصويبة؟ لكنها بعيدة الى خارج ارضية الملعب. هناك تبديل حاضر. يسمع لا منتصر الوحيشي يسمع، يصل للصوت ولذلك يجري تغيير الآن. الشهاب العبيدي يأتي الآن في أرضية الملعب ويغادر لدينا مامادو صابو اللي ما كان موفق. يمكن يكون لاعب مميز لكنه لم يكن موفقا في هذا اللقاء. هنا هذه الكرة التي تلعب الرأسية التي تعود لحارس المرمى علي الجمل. وصلت الآن المحاولة والضغط الذي يأتي بافتكاك الكرة في منطقة ممتازة. كريستو يكسب. خطأ لمصلحة النجم الرياضي الساحلي في الجهة اليمنى. كيف سيلعب؟ يلعب سريعا. كرة في منتصف ملعب اللقاء. أسامة عبيد حولها في الجهة اليمنى.
بن عيادة ناحية ياسين العمري يحاول المرور، لكن دفاعيا الافريقي ايضا يقف بشكل ممتاز. شوف خطوط الدفاع، وما ادراك ما خطوط الدفاع، ممتازين جدا. جاك مبي برافو عليه، هذا الكاميروني ممتاز. لماذا؟ لانه يلعب مقيدا منذ الدقيقة الثانية. هنا كرة امامية، الفكرة ممتازة من اسامة، لكنها اطول من اللازم، اطول من اللازم من زهير الذوادي في الجهة اليمنى. هذه المحاولة الموجودة عرضية لمن؟ هذا هو السؤال، يحتاج الى تفسير. لمين؟ يعني هي رايحة وين؟ هي رايحة وين؟ ما في حل. أرأيت شيئا لم نرى؟ هذا سؤال. كرة تعود الآن، محاولة من زهير الذوادي، كرة ممتازة متقنة في عملية تمرير برجله طبعا اليسرى، ينقلها في الجهة اليمنى. عرضية للأفريقي، يكسب ركنية. الأفريقي يكسب ركنية، وحل من حلول التهديف في كرة القدم. الكرات الثابتة. هذا زهير، نقل الكرة في الجهة اليمنى، وكرة القاسمي التي تحولت إلى ركلة زاوية. هل يفعلها الأفريقي الآن ويسجل من هذه الكرة؟ هل يفعلها الآن ويسعد جماهيره؟ هل يفعلها الآن؟ لكن الكرة أبعدت من دفاعات الأفريقي الذي يشن الآن هجمة مرتدة لمصلحة النجم. لتوال كريستو لا يمر، لأن هناك نجم آخر في الأفريقي، نجم آخر، وهو اللاعب توفيق الشريفي. هذه الكرة الآن تنقل من كريستو، حولها في الجهة اليسرى، محاولة موجودة. يوسف العوافي، نقلة أمامية خطيرة للغاية لمصلحة النجم. تعود هنا فرصة لأول الأهداف في أحضان سيف الشرفي ينقذ مرمى الأفريقي من خلال الكرة الماضية. بس يعني حتى كباتن التحليل كل واحد راضي بهدف، كل واحد فيهم راضي بهدف. لماذا؟ يعلمون اولا صعوبة المباراة، الحالة اللي فيها كل فريق ليست المثلى، ولذلك هدف فقط، 3 نقاط فقط. هذه كرة خطيرة الآن، خطيرة تتسدد، لكنها سهلة في أحضان علي الجمل. كرة تنقل، دقيقة 80، 10 دقائق مشاهدينا الكرام متابعينا على نهاية أحداث هذه المواجهة. ومن سيسجل الآن؟ يعني مسألة النقاط الثلاث ستكون يفعلها لتوال، يسجل لتوال، وإن طال الزمان طال يسجل لدينا لتوال بطريقة ممتازة، بمرور ممتاز، بتوغل ممتاز. انظر ما الذي حدث أمامنا من خلال هذه اللقطة. الله على هذا مرور، على هذا توغل، هذا عمل. وبعد ذلك الكرة التي تصطد على مناسبتين. انظر إلى العمل بالنسبة للنجم. الله على النجم وما فعله النجم ليسجل أول الأهداف. قلنا من يسجل الآن، من يضع اسمه الآن، راقي يدخل وراقي يفعلها راقي العواني. نعم، الراقي
يجعل النجم راقي في هذه المواجهة بعد مرور، بعد قرار، بعد جرأة. يجعل النجم في المقدمة بهدف مقابل لا شيء لتوال. 1 الافريقي لا شيء. في وين؟ في رادس. كرة في الجهة اليمنى لمصلحة الافريقي الذي يجد الان نفسه متاخر بهدف مقابل لا شيء، وفي توقيت صعب للغاية. توقيت صعب للغاية. هذه كرة تلعب أمامية. مطالبة. لك القرار يا من تتابع. لك القرار يا من ترى. ولدينا فار، يعني الفار موجود. هذه كرة خطأ يأتي الآن. فريق سيستنفر للهجوم وهو الأفريقي، وفريق سيحاول أن يميت اللقاء. يعني خلاص نغلق كل الأمور، كل المنافذ، ننهي كل اللغط في هذه المواجهة. هذا ما سوف يفعله النجم في هذه المواجهة. كرة لمصلحة الأفريقي تعود في الخلف، لكن الراقي، اي والله راقي العواني دخوله وعملية المرور اللي قام فيها والتوغل اللي حدث هو من أعطى النجم فرصة تسجيل الهدف الوحيد حتى هذه اللحظة. أسامة، كرة نقلت. جاكمبي من عيادة في الجهة اليمنى. كريستو يتوغل، يعيدها في الخلف. لا ننسى أيضا الدور اللي قام فيه ياسين. يعني لو تسألني من سجل أقول لك لاعب، لأنه اللقطة لم تكن واضحة، لكن نعلم تماما الدور اللي قام فيه راقي العواني. عمل كبير جدا في عملية صناعة الهدف أو في عملية طبخ الهدف. إذا يحتاج يمر ويعدل الملعب. إذا ياسين العمري، نعم ياسين، يؤكدون الإخوان في تونس أنه ياسين العمري اصطدت فيه الكرة للمرة، يعني هو سددها، اصطدت، عادت، اصطدت ودخلت. كل هدف لتوال أمامه، وستكون عودة بعد الخسارة في الجولة الماضية، يعني أمام هدف لتوال أمامه، وستكون عودة بعد الخسارة في الجولة الماضية، يعني أمام الترجي أن تعود أمام فريق كبير مثل الأفريقي. ووين؟ وفي رادس. لا شيء حلو. أنيانج من دخل منذ لحظات. أنيانج برقم 25، وعندنا لاعب رقم 7 آدم قرب يأتي الآن، وكذلك خليل قصاب. خليل وآدم وخليل هما الاسمان اللذان يدخلان الآن إلى أرضية الملعب، على وعسى أن يأتي خبر يسعد جماهير الأفريقي، لأنه أنا أعتقد هذه الخسارة معناها أنه أن تضع فريق آخر أمامك في جدول الترتيب. هذا معناه، هو المعنى الفعلي، بالنسبة لخسارة إن حدثت طبعا خسارة الأفريقي، أن يضع فريق آخر أمامه، بمعنى أنه راح يكون أمامك مين؟ الترجي اللي لسه
راح يلعب بكره مع بن قردان، ومحتمل كبير ان ينتصر، محتمل بشكل كبير ان ينتصر ويبتعد يصل الى 16 نقطه. وعندك منستير اللي عنده 12، وعندك الاتوال اللي لو يكمل الان يكون 8، وعندك انت بفارق الاهداف راح يكون صفاقسي 7 نقاط. ولذلك انت تضع 4 فرق امامك تصعب المهمه بشكل كبير جدا. لكن هل لدى الافريقي مثلا لو خسر هذا الكلاسيكو بديلا لمنتصر الوحيشي؟ هذا سؤال. بن عياده عنده الكره خطيره الان لمصلحه النجم. هذه الكره الان تتسدد بعيده من بن عياده الى خارج ارضيه الملعب. هذا حسين بن عياده اللي توغل وسدد، لكن الكره ذهبت الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. كره في وسط ملعب اللقاء. نيانج الكره والتوغل الذي ياتي من الغندري. جاك كمبي خطا الان لمصلحه الافريقي. تلعب سريعا تصل الى لاري عزوني في الجهه اليسرى. يحاولون، يريدون، يتقدمون، يتراجع النجم لمسألة الحفاظ على مسألة هذا الهدف الذي سجل عن طريق ياسين العمري. كرة تنقل في الجهة اليمنى، كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة ممتعة الكرة التونسية عندما تعود كل جماهيرها إلى المدرجات، وعندما يصحح وضعه، يعني عندما يعود الأفريقي إلى المسار، النجم إلى المسار بوجود الترجي وقدوم الصفاقسي وظهور المنستيري. يعني على قولتهم شوف وتفرج على الكرة التونسية. ملا كرة يقدمون التوانسة. اي والله دوري ولاد ودوري ممتع، لكن مع مرور الوقت ان شاء الله يعود الى سابق عهده. عندما كنا نشوف الدخلات، هي دخلات كانت في الكرة التونسية بالنسبة للجماهير، أحداث تتغنى فيها وسائل التواصل والصحف العالمية. عموما هذه الكرة الآن خطأ يأتي، شوف التدخل اللي كان موجود عن طريق إيهاب المساتلي اللي دخل منذ قليل بالرقم 10. إيهاب 5 دقائق بيضيفه الصادق السالمي على أحداث شوط اللقاء. أتاه هنا لدينا رأسية، الله على رأسية غاية في الخطورة، مرت من نادر الغندري إلى خارج أرضية الملعب، كرة جميلة للغاية، رأسية ممتازة، لكنها ذهبت إلى خارج أرضية الملعب، لدينا ركلة مرمى الآن، ركلة مرمى بطاقة صفراء لعلي الجمل. أمل العودة نعم، كلها أمور في هذه، خاصة إنه أنت يواجه المنستير واللتوان راح يواجه بن قردان. بعد ذلك الفريق إلى سكة الانتصارات، أمر سيعني الكثير للسيد معز الغزاح. هنا لدينا تسديدة وصلت إلى حارس المرمى سيف الدين الشرفي، خطأ موجود، تدخل حاضر وموجود. منظر شوف انت العمل. هذه تسديدة كريستو، بطاقة صفراء لكل الأسماء، وهم كثر، يعني ما تمر مباراة إلا وتجد لاعب موقوف،
تراكم البطاقات، كل هذا الأمر. كرة تلعب أمامية بالرأس، وصلت في الجهة اليسرى، ابعاد بالنسبة للنادي النجم الساحلي. تلعب أمامية لمصلحة الأفريقي غندري. النجم شوط أول كان فيه النجم أخطر وأفضل، شوط ثاني تحسن كثيرا في الأفريقي وكان قريبا جدا من أن يسجل، لكن هنا أشياء تأتي من المدرب. يعني عليكم الحذر، مع ان انت تشوف في تراك يعني لكن توصل ما شاء الله، تصل الى الملعب. زعل راح يصعد، واوعى تزعل الجمهور في كرة القدم، اوعى تزعل الجمهور. اذا زعل عليك الجمهور يا منتصر الوحيشي اعلم بأن الأمر قد قضي، وإن الأمور قد انتهت، وإن الحب قد ذهب وولى. اعلم انت هذا مو اي جمهور، يعني انت جمهور الافريقي اذا زعلوا كان الله في العون. عندنا كرة الآن في الجهة اليسرى، بن عيادة في عملية الإبعاد إلى خارج أرضية الملعب. في الجهة اليسرى ذوادي يلعب الكرة الأمامية، وعلي الجمل في عملية الإبعاد. كرة تعود الآن، محاولات وعمل كبير، والكرة بعد ذلك إلى علي الجمل، إلى الجمل الذي يتصدى لكل الكرات التي تأتي على مرماه. هي دقيقة الأخيرة، لكن برافو للنجم أن تخسر في الجولة الماضية أمام الترجي، وأن تعود أمام الأفريقي وفي رادس في حماد العقربي وبعيدا عن جمهورك. أمر كبير يحسب لمصلحة لتوال إن خرج بالنقاط الثلاث وعزز. اي والله انه سيعزز الكثير من الامور على مستوى الحفاظ على اماله في هذه المسابقه وفي المراكز المؤديه الى البطولات الافريقيه. هذه كره تلعب، ويبدو بان الصافره ستكون قريبه من الصادق السالمي. لدينا كره الان، هي الاخيره يا افريقي، العب يا افريقي. راحت الكرة العالية، تحولت، يتدخل الجمل وفاز الاتوال. اذا هكذا هي الامور. معز القزاح ينتصر على منتصر الوحيشي، ويعودون من بعيد. يرتقي الاتوال الى النقطة رقم 8، ويبقى الافريقي على رصيده بالنقاط السبع. هكذا افاض الكلاسيكو، هكذا كانت الامور. فرحات قوم عند قوم مصيبة، والله انها مصيبة. عموما هيكل، لماذا انتصر النجم ولماذا خسر الافريقي؟ اعتقد الاجابة ستكون لديك بالاستديو، تفضل. شكرا جزيلا زميلي العزيز خالد الحدي. اذا نهايه المباراه بانتصار مستحق للنجم الساحلي على حساب النادي الافريقي، هدف مقابل 0. الهدف الوحيد كان بامضاء اللاعب ياسين العمري، عمل كبير كان من اللاعب العواني. الحقيقه لاعب شاب، لاعب ممتاز العواني. دخل في الشوط الثاني غير المعطيات. شاهدوا جيدا العمل اللي قام به العواني امام 4 مدافعين. العواني يتوغل ثم يحاول التمرير لياسين العمري، كرة تصطدم بالمدافع، ترجع على الرجل اليسرى لأنه شيكنا على العملية، ترجع على الرجل اليسرى للاعب ياسين العمري. والهدف الوحيد للنجم الرياضي الساحلي في هذه المباراة. انتصار مستحق للنجم الساحلي 1-0 للإتوال على حساب النادي الافريقي. بهذا الانتصار النجم الساحلي يرتقي إلى المركز الثالث
برصيد 8 نقاط، في حين النادي الافريقي يبقى في المركز الرابع صحبة النادي الرياضي الصفاقسي برصيد 7 نقاط. النادي الافريقي الحقيقة بدا يبعد على منصة التتويج، وبدا يبعد وبدا يفقد ان صح التعبير امل التتويج. قبل ان نتحدث فنيا مع كابتن بوبكر الزيتوني وكابتن عماد المهذبي كالعاده، تمام حمدون وما فيولا الشوط الثاني. تفضل كابتن. نعم أخي هيكل، طبعا هناك 3 حالات سوف يتم مشاهدتها الآن. الحالة الأولى سنبدأ فيها واللي هي الحالة الأهم اللي كانت في المباراة، كانت هناك احتساب ركلة جزاء لصالح النادي الأفريقي طبعا، ومن ثم تدخل الفار وإلغاء الحالة. في البداية هناك كرة ملعوبة باتجاه اليسار، دخول إلى داخل منطقة الجزاء وسقوط لاعب الأفريقي داخل منطقة الجزاء. الحكم يعلن عن ركلة جزاء. خلينا في البداية نرجع فيها. في البداية شكينا بوجود تسلل، بداية الهجمة كانت هناك تسلل، لحظة اللعب من قبل الزميل لم يكن هناك تسلل. المدافع هو مدافع أقرب إلى خط المرمى من المهاجم، لا وجود للتسلل. السقوط نلاحظ هناك سقوط، هناك تلاحم وتنافس بين اللاعبين، هناك تلامس. ليس هيكل، ليس كل تلامس بين اللاعبين هي ركلة جزاء أو هي خطأ. هذا التلامس لا يرتقي إلى الخطأ، لا وجود للخطأ نهائيا. هناك تلامس بين المدافع والمهاجم ولكنه لا يرتقي. لعبة كرة قدم هي لعبة التحامات ولعبة تنافس بين اللاعبين. هذا الخطأ هذا الفعل لا يرتقي إلى ركلة جزاء. عموما تدخل الفار، استدعى الحكم، طلب منه مشاهدة الحالة. ذهب الحكم للفار، شاهد الحالة خلال ثواني، اقتنع بالحالة وتم إلغاء ركلة الجزاء طبعا، واستأنف الحالة بإسقاط الكرة لحارس المرمى حسب القانون. هذه الحالة طبعا كانت في الشوط الثاني. في الشوط الأول كان لدينا شك دخول الكرة إلى خط داخل مرمى الأفريقي لصالح نادي النجم. بنشاهد الحالة ومن خلال 3D بنشوف هل فعلا تجاوزت الكرة خط المرمى بين القائمين وتحت العارضة. نعم، من خلال 3D يوضح لدينا الكرة تجاوزت. تقنية 3D تعطينا دقة كاملة، الخطأ نسبة الخطأ 0% من خلال تقنية 3D. التقنية المستخدمة لدى الVR هي تقنية 2D. هنا سؤال، لماذا لا تستعمل 3D بالنسبة للفار؟ هذا الذي اعتمده الفيفا حتى الآن.